السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى يا بنات انا في الوكالة، والنهاردة انا بصور لكم تحت الكوبري كده من محطة جمال عبد الناصر. لقيت لكم اللبس الاطفالي الحلو ده. الحاجات دي كانت موجودة ب35 جنيه. طلعت لكم كام قطعة كده عشان تتفرجوا عليهم. بصراحة لبس الاطفال كان تحفة جدا النهاردة في الوكالة، وكمان كانت الجولة النهاردة اخر جمال. صورت لكم حاجات كتيرة شكلها حلو جدا واسعارها كمان رخيصه، وكمان جبت لكم ارقام البياعين هحطها لكم في اول تعليق مثبت عشان تبقوا عارفين البياعين واماكنهم، وكمان ارقامهم لو هتسالوهم نزلوا شغل جديد ولا لا. انا ملاحظه المره دي لما نزلت ان الوكاله بصراحه كانت اسعارها حلوه جدا، او من المره اللي فاتت كمان الاسعار رجعت زي الاول. ب35 جنيه هتلاقي سويت شيرت بلوفرات، هتلاقي حاجات كتيره جدا شكلها حلو في الاستندات من غير ما تدخلي حتى المحل ولا تدوري، هتطلعي بحاجات تحفه من الاستندات. وبصراحه الاستند طول ما انتي بدك تدوري هتطلعي بحاجات جميله. يعني بصوا حاجات زي كده شفتها لكم اهي، يعني اعمار بادئه اهو من اول سنه لغايه بصوا 13 14 سنه. بصوا البنطلون ده خطير بجد، شكله حلو جدا. ده لو عليه كده بلوفر وجاكيت كده اسود هيبقى خطير، او بيج تحفه بصراحه. بصوا بلوفرات زي دي من جونيور يا بنات، يعني ماركات كمان انا بطلع لكم ماركات. بصوا حاجه زي كده كمان خطير بجد، شكله حلو قوي قوي قوي. تعالوا هنا بقى ب45 جنيه، ويلا نبص على الستاند اللي ب45 جنيه بقى. حاجة كده صراحة تحفة. عجبني كام حاجة منها. أكتر حاجة عجبتني اللي هو البيج اللي في الذهبي ده، كنت عايزة اشتريه كده والبسه على بنطلون اسود وايد ليج كده او جينز و... وبالطو كده اسود عليه، كان هيبقى خطير بصراحة. البلوفرات اللي هنا كانت صراحة تقيلة وشكلها حلو، يعني الحاجات دي ب45 جنيه يا بنات بس. فتخيلوا يعني أناقة وشياكة وحاجات كده رخيصة يعني. بصوا الكاردهات دي كمان كانت شكلها برضو حلوة قوي قوي. كملت بقى هنا كده جولتي، لقيت الستاند ده والحاجات دي كانت ب85 جنيه. كانت بلاطي وجواكت هوريها لكم، بس هنا كان في مشكلة في البلطو ده، كان فيه كده مشدود او حاجة. بصوا يا بنات خلي بالكم من الحاجات دي، ما تنبهروش بالسعر والحاجة وفي الاخر تروحي تلاقي فيها عيب. لازم تاخدي بالك من الحاجات البسيطة دي. بصوا بقى الجاكيت ده بصراحة مكانش فيه اي حاجة خالص، كان حلو وشكله حلو. وهنا ده كمان كان تحفة بصراحة. 85 جنيه ده مش سعر خالص، بس زي ما قلت لكم كده بصوا على الحاجة مرة واتنين وتلاتة عشان ما تروحوش وتلاقوا فيها حاجة. بصوا الجاكيت ده كمان كان كده جميل جدا وطويل وحلو، وبعدت كده بالكاميرا عشان اوريكم. كان في جواكت قصيرة وفي جواكت طويلة. وبرضه هسيب لكم رقم محمد كده في التعليق، اول تعليق مثبت عشان تعرفوا يا بنات الرقم وكده. هو ده على طول بينزل شغل يوم الجمعة، يعني لو رحتي النهاردة كده زي ما انا نازلة يوم السبت هتلاقي حاجات تحفة، وهتلاقي حاجات اسعارها رخيصة عن امبارح. ان هو امبارح بيقول انا بايع الحاجات دي ب120 جنيه، النهاردة لما تروحي يوم السبت هتلاقيها ب85 جنيه بس. طبعا زي ما قلت لكم بصوا الحاجة مرة واتنين وتلاتة لان دي بتبقى تصفيات يوم الجمعة. بصوا ده كمان كان حاجة كده برضو شكلها حلو جدا ب35 جنيه، البلوفرات اللي هي البيزك دي، وكان تحفة بصراحة. وبصوا هنا ده كمان حلو جدا وبهايكول. حاجات البيزك دي بتبقى بصراحة اسعارها بره غالية قوي، فانتي ممكن تشوفيها في الوكالة هتلاقيها بأسعار زي ما بوريها لكم كده ب25 وب35. بصوا برضو الكارد ده كان واسع وطويل، ودي لابس برضو الكاردن ده كمان كان شكله حلو قوي، كان طويل كده وواسع وكان ماركة وطول ما انت زي ما قلت لكم طول ما انتوا بتدوروا هتلاقوا حاجات جميله يا بنات. ودلوقتي بقى لقيت لكم كمان الفيس ده سلام بقى قط كده. دلوقتي الحاجات دي طالعه موضه، بشوف بنات كتيره جدا لابسين تحتيها كده شميزات كروهات وشميزات ساده، وبتبقى بصراحه شكلها حلو قوي في اللبس. ودلوقتي كده انا عديت الطريق ووقفت كده عندي مستشفى الجلاء التعليمي. السور ده كله يا بنات في حاجات رخيصة جدا، حاجات ب35 و25. لقيت لكم بقى السويت شيرتات دي صدقوا كده ب35 جنيه. يا سلام يعني بجد، يعني حاجات فعلا كانت جميلة. طبعا مش هقولك الستاند كله هيعجبك لا، بس هي فعلا هتطلع بحاجات حلوة لاني فعلا ما كانش فيها اي حاجة خالص، ولا مقطوعة ولا مشدودة ولا فيها اي حاجة. بصوا شميس كده وبتاع ب35 جنيه، يعني اخر شياكة واخر جمال.
لو وصلتوا معايا لغاية هنا ما تنسونيش بقى في اللايك واشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بصوا حاجة زي كده كمان يا سلام يعني. بصوا الفساتين دي تحفة. بصوا حاجة زي كده بليزر وتحتيها كده البلوفر بتاعها كأنه بالظبط فستان كده، حلو قوي قوي، شكله حلو وشيك جدا. وبجد لو بتدوري لك على مناسبة يعني حاجة للمناسبة مثلا ولا حاجة مش هتلاقيها. بصوا يا بنات ب35 جنيه بس. طبعا الحاجات دي كمان تنفع للي هم اعمار بقى 13 14 سنة. تحفة جدا. مقاس هتلاقي مقاساتهم هنا كتير. بصوا البليزر ده كمان جميل. هنا برضو حاجات دي ب120 جنيه، اديتكم برضو فكرة عنها. برضو جواكت بامب كده. بصوا يا بنات يعني الجواكت فعلا زي ما قلت لكم بدأ من اول 85 لغاية اهو 120. انا كده كنت خلاص عند اول سور مستشفى الجلاء. بصوا الحاجات دي ب50 جنيه برضو، كانت جميلة جدا. وكانت برضو ماركة كده ببص لكم على من نيكست. بصوا سويت شيرت زي ده خطير بجد، شكله حلو جدا جدا، وعلى بنطلون جينز كده. يا سلام يعني على الشياكة والأناقة. وفعلا زي ما قلت لكم يا بنات ان فعلا يوم السبت احلى يوم واحسن يوم في الوكالة. لو انتي فعلا مش قادرة تنزلي يوم الجمعة في الزحمة، او انتي من الناس اللي بتحبي الروقان وتحبي الحاجات اللي بتبقى تعرفي يعني ما بتحبيش الزحمة وما بتعرفيش تدوري في الزحمة، انزلي يوم السبت هتلاقي نفس الشغل بتاع يوم الجمعة، هتلاقي بس تصفيات. بس طبعا هتلاقي الاسعار اقل لانهم هم بيبقوا عايزين يخلصوا البضاعة بتاعت يوم الجمعة اللي ما خلصتش، فبينزلوا في الاسعار. وروحي المكان اللي انا بوريه لكم ده كده سور مستشفى الجلاء التعليمي. اخره كده هتلاقي البوابة بتاعت المستشفى، وهندخل الشارع ده اللي بيودينا عند شركة الكهرباء. هتلاقوا حاجات جميلة جدا. انا ماشية النهاردة بوريكم الاستندات بالاسعار بكل حاجة عشان تبقوا شايفين كل حاجة. دي مثلا ستاند ب5 جنيه برضو، حبيت ان انا افرجكم عليها كده اوريكم ان فعلا الوكالة فيها حاجات كتيرة جدا. يعني من اول 5 جنيه هتلاقي الاستندات يا بنات، وهتلاقي حاجات كتيرة موجودة في الوكالة. بس اهم حاجة زي ما قلتلك ان انتي تبصي على الحاجة مرة واتنين وتلاتة. انا لقيت ناس كتيرة جدا يعني واقفين بياخدوا من الحاجات دي اللي هي ب5 جنيه دي. فانت ما تستهونيش بالستاند. الستاند ده بيبقى فيه فعلا لقط، وبيبقى فيه فعلا حاجات براندات. بصوا حاجة زي كده بلورو كده صغنن خالص للبيبيهات وللبنات اللي سألوني عن الشغل البيبيهات بيبقوا موجود فين، ولبس البيبيهات بيبقى موجود في الشارع ده يا بنات اللي هو جنب مستشفى الجلاء التعليمي. هتلاقي حاجات كتيرة جدا، اقطان وحاجات قطيفة وحاجات شكلها حلو جدا، وحاجات بادئة من اول 5 جنيه زي ما انا كده بوريكم. كنتوا بتقولوا لي ان فعلا في ستاندات في الوكاله ب5 جنيه وب10 جنيه. ايوه يا بنات فعلا في زي اللي انا بوريه لكم ده. يعني انا مصورها لكم حقيقي مخصوص النهارده عشان اوريكم ان فعلا في ستاندات ب5 جنيه وب10 جنيه وب20 جنيه. والاسعار دي موجوده في الوكاله، بس بتبقى عايزاكي تعملي مجهود زياده، يعني عايزه تعملي طاقه ان انتي تبصي على الحاجه مره واتنين وتلاته زي ما قلتلك. فعلا الوكالة ممكن تبهرك ان الشكل شكل الحاجة اللي قدامك تحفة جدا، بس تروحي هتلاقي فيها قطعة، هتلاقي فيها حاجة مش هتعرفي تعالجيها، فخلاص تتركن عندك، في خسارة المجهود وخسارة الطاقة اللي انت عملتيها وخسارة الفلوس كمان. فعشان كده دايما بقول لكم الاستندات موجودة وفي منها الرخيص، بس هيبقى عايز منك مجهود زيادة. بصوا الجواكت دي بقى ب35 جنيه. وانا هنا كنت واقفة عند اول البوابة اهي يا بنات بتاعت مستشفى الجلاء التعليمي. شايفين بصوا الجاكيت زي ده ب35 جنيه اهو يا بنات. الحاجات دي فعلا موجودة في الوكالة. وصراحة لبس الاطفال اكتر حاجة عجباني في الوكالة، بتبقى اسعارها حلوة جدا، وكمان بتبقى جواكت يعني مبطنة من جوه وحاجة كده واو. بصوا الجاكيت زي ده كمان خطير جدا. وده كمان كان سلوبيتا كده يتلبس مثلا 7 سنين او حاجة. بصوا جاكيت زي ده جينز خطير شكله حلو جدا، وده كان ب35 جنيه. انا هنا اهو قدام الفرن بتاع ستار واهو شايفين عملت لكم اهو البليافطة بتاعه موقف الاتوبيسات.
وعندي اهو مستشفى الجلال للتعليم. بحاول قد ما اقدر اديكم علامات مميزه عشان تعرفوا توصلوا للمكان، لانكم سالتوني كم مره على لبس الاطفالي نجيبه منين وباسعار كويسه وحاجات كده ممكن تلبس بيزك من تحت الهدوم. فحبيت ان انا اوريكم واديكم العلامات المميزه. بصوا حاجه زي كده برضو، تخيل حاجه زي كده ب5 جنيه. هنا بقى كانت الجواكت دي ب40 جنيه، بس برضو كانت فيها حاجات، مش هقولك لا مفيش فيها حاجه، لا فيها ديفوهات وفيها حاجات فعلا تتعالج يعني. في حاجات لا. ولقيت بنات واخدين الجواكت دي يا بنات هيصبغوها. فبصراحة كانت اول مرة اعرف في الموضوع ده ان ممكن الجواكت تتصبغ. بصوا حاجة زي كده كان خطير بصراحة وشكله حلو كده، بس مشكلته ان هو كان ضيق وكان الستاند عالي عليا قوي. كنت بحاول كده اصور لكم الحاجة وابعد كده بالكاميرا عشان تشوفوا كل حاجة على الطبيعة. الحاجات دي كانت ب40 جنيه يا بنات، وبصراحة كان شكلها حلو جدا. ودي كانت اكتر حاجة عجبتني في الجولة بتاعت النهاردة. يا رب الجولة يا بنات تكون عجبتكم. ما تنسونيش في اللايك واشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وما تنسوش ان لسه في جزء تاني هنزله لكم برضو. يا رب الجولة النهاردة تكون عجبتكم. باي باي.